ولد الركراكي وهو لاعب كرة قدم مغربي سابق في مدينة كورباي أيسون بفرنسا بتاريخ 23 سبتمبر 1975. يبلغ من العمر حوالي 47 سنة. يحمل الجنسية المغربية. يدرب المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال قطر 2022. فمن الجدير بالذكر أن الركراكي كان يلعب كمدافع سابق للمنتخب المغربي، ولعب في العديد من الدوريات الأوروبية، أبرزها الدوري الفرنسي والدوري الإسباني والدوري المغربي، وهو واحد من ضمن النجوم في مركزه في ذلك الوقت. احتاج وليد الركراكي إلى 3 أشهر فقط من أجل تكرار الإنجاز الوحيد للمنتخب المغربي في كأس العالم بالعبور إلى دور ثمن النهائي المنافسة في 1986 بعد أزيد من 50 سنة عن أول مشاركة للأسود في المونديال عام 1970. واستطاع وليد الركراكي في مباراتين فقط وفي ظرف 5 أيام فقط من مضاعفة انتصارات الأسود في المونديال، والتي لم تتجاوز انتصارين فقط بل قبل انطلاق كأس العالم 2022، قبل أن يضاعفها الركراكي بفوزه على منتخبي بلجيكا وكندا عن ثاني وثالث جولات دوري المجموعات. حقق الركراكي العديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية كمدرب، فقد قام بتدريب كل من نادي الفتح الرياضي ونادي التحيل ونادي الوداد الرياضي، ومن أبرز هذه الألقاب كأس العرش مع نادي الفتح الرباطي، والدوري المغربي مع نفس النادي، ثم الدوري القطري مع نادي التحيل، ثم الدوري المغربي مع نادي الوداد الرياضي، ثم دوري أبطال إفريقيا مع الوداد الرياضي، ثم كأس العرش الوصيف مع الوداد المغربي. يعد وليد الركراكي أحد أبناء الجالية المغربية في فرنسا الذين تفانوا للدفاع عن فريق الوطن الأم، وقبل تدريبه المنتخب المغربي يتذكر المغاربة جميعا نجاحات منتخبهم التي شارك فيها الركراكي كلاعب أساسي. وأبرز هذه النجاحات كانت أفراح كأس إفريقيا سنة 2004 بتونس، إذ نجح أسود الأطلس في بلوغ النهائي ضد البلد المضيف، وبعدها حصد الميدالية الفضية. وقتها كان الركراكي محور دفاع التشكيلة التي كان يقودها المدرب بادو الزاكي، ونجح في حماية شباك المنتخب من هجمات أقوى الفرق الإفريقية وقتها كنيجيريا والجزائر. تزامنا مع ذلك احترف الركراكي في عدد من الأندية الأوروبية، منها تولوز الفرنسي وراسينغ الإسباني، قبل أن يعتزل اللعب سنة 2012 ويتحول إلى التدريب حين قاد نادي الفتح الرباطي والوداد الرياضي إلى الفوز بعدد من البطولات الوطنية والقارية. ولم يكن ينتظر الجمهور المغربي الكثير من مشاركة أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022، خصوصا أن الناخب الوطني وليد الركراكي تسلم مقاليد مهمة التدريب قبل 2.5 الشهر من انطلاق المحفل العالمي، إذ كان الإنجاز في نظر فئة كبيرة من المغاربة هو تنحية وحيد في انتظار استفادة الركراكي من الوقت الكافي لتنزيل فلسفته عن طريق لعب المنتخب المغربي في الاستحقاقات المقبلة، وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور ثمن نهائي كأس العالم متصدرا لمجموعته السادسة، وسيواجه يوم الثلاثاء المقبل نظيره الإسباني المحتل المرتبة الثانية في المجموعة الخامسة على أرضية ملعب المدينة التعليمية في قطر على الساعة 4 بعد الزوال بالتوقيت المغربي.